النهارده هنبدأ رحلة جديدة عشان نحول عقلك من مصفى بتسرب المعلومات لليزر بيخترق أي مهمة. جهز قهوتك وركز معايا عشان اللي جاي هو اللي هيخليك تنجز اللي غيرك بيعمله في يوم في ساعة واحدة. النهارده معانا كتاب فن التركيز والإنجاز، حرفيا من أقوى الكتب اللي أنا قريتها وفادتني في تنظيم وقتي ويومي ودراستي. أنا طبقت الكلام ده فعلا وعاوزك أنت كمان تطبقه وتجربه على حياتك. يلا بينا يا صديقي. بص يا صديقي، قبل ما أقول لك تعمل إيه لازم تعرف إحنا وصلنا للحال ده إزاي. لزمان كان الواحد ممكن يقعد يقرا بالثلاث ساعات من غير ما يزهق، ودلوقتي مجرد فيديو 30 ثانية في حاجة مفيدة بتقلبه. ديمون مؤلف الكتاب بيقول لك إن إحنا عايشين فعلا في عصر التشتيت العظيم، وإحنا حقيقي مرضى بثلاث حاجات. اول حاجه مرض السرعه، احنا اتعودنا ان كل حاجه تبقى سريعه، الاكل بيجي بالدليفري والمعلومه بتيجي بلمسه شاشه. يا راجل مخك ما بقاش عنده صبر يستنى النتيجه، فبقى بيهرب لاي حاجه تديله لذه فوريه. وتاني مرض ادمان الدوبامين، كل لايك او اشعار بيجي لك بيفرز لك هرمون الدوبامين. الشركات العالميه صارفه مليارات عشان تخلي موبايلك مكنه قمار بتسحب انتباهك غصب عنك. صديقي انت مش ضعيف، الحقيقة انت مستهدف. وتالت مرض كتر الاختيارات، لما يكون قدامك 100 حاجة تعملها مخك بيهنج وما بيعملش اي حاجة فيهم، ولو عملهم او عمل حاجات منهم بيعملها بسطحية. الخلاصة يا صديقي التلميذ او يا صديقي اللي بيطور من نفسه، عدم تركيزك مش عيب خلق فيك، ده نظام واتفرض علينا فعليا. والخطوة الأولى يا صديقي للعلاج إنك تعترف فعلا إنك متشتت، وان ذكائك وقدراتك فعلا بيضيعوا في الزحمه دي. بصراحه كده، ايه اكتر ابلكيشن بتحس ان هو بيسرق وقتك وبيشتت انتباهك وانت مش حاسس؟ اكتب لي في الكومنتات عشان هنعرف في الفصول الجايه ازاي نقضي عليه. طيب يا عبد الله، انا كده عرفت المرض، بس انا طول عمري اسمع ان الشطاره ان انا اعمل 100 حاجه في وقت واحد، وعادي ممكن اذاكر وانا فاتح يوتيوب او فاتح سناب او فاتح تيك توك. ما تخافش، في الفصل اللي جاي هكسر لك كل الاوهام اللي في دماغك دي. خليك معايا، هعرفك ليه تعدد المهام هي اكبر كذبة في التاريخ، وازاي هو السبب الاول اللي بيخليك تخلص يومك من غير ما تعمل ولا حاجة لاخرها في ال100 حاجة اللي انت حطيتها لنفسك. بص يا صديقي، بعد ما عرفنا المرض لازم نكسر الاوهام اللي في دماغنا. في كذبة كبيرة بنصدقها ان تعدد المهام شطارة او بطولة. اغلبنا بيفتخر بنفسه وبيطير من الفرحة ان هو بيذاكر وهو بيسمع اغاني وبيشتغل وهو بيرد على الواتساب، وفاكر كده انه بروفيشنال ومفيش منه اتنين. بس دايما هنا هيصدمك وهيقولك ان عقلك ما بيعرفش يعمل حاجتين في وقت واحد، هو بس بيبدل بينهم بسرعة. عارف ده معناه ايه يا صديقي؟ معناه ان مخك بيبذل مجهود جبار في التبديل ده، وفي كل مرة بتسيب فيها شغلك عشان تبص على الموبايل انت بتخسر حاجة اسمها بقايا الانتباه. يعني مخك بيفضل مركز في المسج اللي جاتلك على الواتساب وانت بتحاول ترجع وتركز في اللي كنت بتعمله، فبتطلع النتيجة في الاخر يا صديقي شغل نص لبة وتعب ذهني على الفاضي. وفي معلومة تانية بتقولك ان الشغل الكتير يعني انجاز. لا يا صديقي، الانجاز هو انك تخلص المهمة اللي فعلا ليها قيمة، مش انك تفضل مشغول وخلاص. في فرق يا صديقي بين انك تكون نحلة بتنتج عسل وبين انك تكون دبانة بتزن على الفاضي. سؤالي ليك بقى يا صديقي، جربت قبل كده تقعد ساعة واحدة بس مركز في حاجة من غير ما تمسك الموبايل؟ قول لي احساسك كان ايه في عصر التشتت الرقمي ده. هل حسيت فعلا انك انجزت ولا كنت هتموت وتمسك الموبايل؟ طيب بعد ما عرفنا ان الشطارة تركيز على حاجة واحدة، تفتكر ايه اللي ممكن يمنعنا؟ الإرادة؟ لا يا معلم، البيئة. بص يا صديقي الغالي، الإرادة عاملة زي البطارية بتخلص مع الوقت. فلو انت قاعد تذاكر او فاتح كورس والناس داخله خارجه وريموت التلفزيون قدامك والموبايل جنبك، انت كده بتستنزف بطاريتك عشان تقاوم التشتت ده، والنتيجه انك هتخسر في الاخر. انا عايزك ما تبذلش طاقه في انك تحارب التشتت ده، انا عايزك تهرب منه. اول خطوه عمليه في رحله تركيزك هي انك تجهز البيئه اللي حواليك. المكتب بتاعك فاضي، اي حاجة مش محتاجها في المهمة اللي انت شغال عليها شيلها فورا. شيل اي ورق ملوش لازمة، شيل الموبايل، خلي بس قدامك الحاجة اللي هتشتغل عليها. طيب لو الدنيا زحمة حواليك وفي اطفال، ولاد اخوك عندك ولاد اختك عندك ومش عارف تركز، ممكن تلبس سماعة عزل عادي جدا، او تلبس حتى سماعة عادية وتشغل موسيقى انت بتستريح لما بتسمعها. بس ما تشغلش موسيقى فيها كلمات، يعني ممكن موسيقى فيها شلالات، اصوات بحر، اصوات هواء. المهم ان هي موسيقى تساعدك على التركيز ما تبعدكش عنه، وتعرف الناس اللي حواليك ما دام انت لابس السماعه اعتبروني مش موجود. وحاول يا صديقي الاضاءه تكون كافيه ان انت ما تنعس او تنام، ويكون في مدخل هواء ليك كويس عشان انت اكيد عارف ان المخ بيتغذى على الاكسجين والميه. السر هنا انك تخلي التركيز هو الخيار السهل، والتشتيت هو اللي محتاج مجهود.
سؤال ليك يا صديقي، ايه اكتر حاجة بتشتتك وانت قاعد بتذاكر او فاتح كورس او بتتعلم حاجة جديدة؟ هل دوشة الاهل ولا الموبايل ولا كركبة المكتب؟ ابتدي بقى طبق وشيل اي حاجة ملهاش لازمة على المكتب. دلوقتي انت رتبت مكانك، بس لسه في حاجة موجودة في جيبك ومستني لحظة ضعف عشان يشدك. أكبر عدو للتركيز في التاريخ السوشيال ميديا والتكنولوجيا. وفي الجزء اللي جاي هنعرف ازاي نخلي موبايلك شغال عندك مش انت اللي شغال عنده. بص يا غالي، احنا نظفنا المكتب وهيئنا المكان عشان المذاكرة، بس لسه في حاجة قاعدة معانا: الموبايل اللي في ايدك. صديقي، السوشيال ميديا هي أكبر عدو للبني آدم في التاريخ. الشركات اللي عملت التطبيقات دي وظفت جيوش من علماء النفس عشان بس يخلوا عقلك يفرز الدوبامين مع أول إشعار يجيلك. انت اول ما اشعار بيجيلك على طول بتسيب كل اللي في ايدك وبتمسك الموبايل وتبص مين اللي بعت لك رساله او مين اللي عمل لك لايك. مخك بقى مدمن الحركه دي. اول ما اشعار يجيلك لازم تفتح الموبايل فورا. وعشان تسيطر على الموضوع ده، اول حاجه تعملها تقفل كل الاشعارات اللي ملهاش لازمه، ما عدا طبعا المكالمات المهمه اللي ممكن تجيلك من اهلك او ناس في الشغل. المهم ان هي حاجه تخص مستقبلك. اي حاجه مش هتخص مستقبلك اقتل الاشعارات بتاعتها فورا. وغالبا دلوقتي ان انت تقفل الاشعارات موجوده في كل الموبايلات. لو سبت الموبايل يزن جنبك وكل شويه تمسكه تبص عليه، انت كده بتسلم عقلك لغيرك يا صديقي، وده ما يرضينيش ولا يرضيك. في مثل بيقول لك اللي بعيد عن العين بعيد عن العقل. عايزك وانت شغال الموبايل اصلا ما يبقاش على المكتب، حطه في اوضه تانية او حتى ارميه في اي مكان بعيد عنك او ارميه في الدرج. المجهود اللي هتبذله عشان تقوم تجيبه هو ده الدرع اللي بتحمي بيه نفسك. صديقي، انا عارف ان الموضوع صعب عليك، بس مع الاستمرار هيبقى سهل وهتقدر تتحكم في الحاجات اللي بتشتت انتباهك وتقضي عليها. الموضوع محتاج صبر ومحتاج ثقة ان انت مش شغال عند الموبايل بتاعك. وخلي بالك، انا مش عاوزك تكره التكنولوجيا، بالعكس، السر اننا نخليها أداة تخدمنا مش أداة تدمرنا. انا بناديها لما انا احب، مش هي اللي بتناديني لما هي تحب. سؤالي ليك بقى، هل انت تقدر تقعد ساعتين فاتح كورس او بتذاكر وسايب الموبايل في اوضه تانية؟ واللي قدر يعملها يكتب في الكومنتات ان هو قدر وفعلا استفاد، عشان حتى لو حد غيرك لسه داخل الطريق ده جديد يتاكد ان الطريق ده هو الصح. طيب، احنا دلوقتي سيطرنا على المحيط والموبايل. تفتكر لو المكان هادي والموبايل بعيد، هل انت كده في امان؟ للاسف لا، لان في دوشه تانية جوه دماغك. افكار قلق وخطط للمستقبل بتنط في نص الشغل. يا راجل، ده انا كنت مره قبل ما افتح الكتاب ده كنت فاتح كورس وافتكرت ان في حد كلمني من سنه. تخيل، من سنه! يعني هو جه في دماغي في الوقت اللي انا قاعد بذاكر فيه، ما جاش في دماغي في الوقت اللي انا فاضي فيه. هعرفك ازاي تهيئ عقلك فعلا للتركيز وازاي تنظف اللي جوه دماغك عشان تعرف تنجز اللي بره. بص يا صديقي، مخك مليان افكار حتى وانت في قمه هدوءك. تلاقي فكره نطت في دماغك فجاه: هتعشى ايه النهارده؟ مع انك لسه واكل. او انا نسيت ارد على فلان، وفلان ده كان الصبح الساعة 12 الظهر وانت دلوقتي 11 بالليل. طب ايه العمل عشان نهيئ عقلنا؟ قبل ما تبدأ اي مهمة او شغلك خلي جنبك ورقة وقلم، واي فكرة تخطر في بالك اكتبها. لما بتكتبها انت بتطمن مخك اللي انت هترجع لها تاني وهتتشال من مخك على الاقل دلوقتي. يعني بتقول له خلاص، اللي كان شغلك انا كتبته، اتفضل بقى ركز في اللي قدامك. وقبل ما تبدأ المهمة لازم تسأل نفسك كذا سؤال: أنا هعمل إيه بالظبط دلوقتي؟ ولمدة قد إيه؟ العقل بيحب الأهداف المحددة وبيكره حاجة اسمها عشوائية. وقبل ما تبدأ شغلك حاول تاخد 3 أنفاس عميقة، ده بيظبط الجهاز العصبي بتاعك وبيهيئك للدخول في منطقة التركيز. سؤالي ليك دلوقتي بقى، ايه اكتر فكرة تافهة بتيجي في مخك وانت قاعد بتعمل حاجة مهمة؟ اكتبها في الكومنتات وضحكنا معاك. طيب يا صديقي، احنا دلوقتي جهزنا البيئة وروضنا العقل، جه وقت بقى السيستم. ازاي تقسم يومك بذكاء وايه التكتيكات اللي بتخلي ساعة واحدة تطلع ب3 ساعات شغل؟ صديقي، احنا جهزنا البيئة كويس جدا وروضنا عقلنا على قد ما نقدر، بس تفتكر لو انت قعدت مركز 5 ساعات في مهمات اصلا تافهة مش هتفيدك دلوقتي، هل انت كده انجزت؟ لا طبعا. التركيز من غير نظام ادارة وقت عامل زي واحد معاه احلى عربية في العالم بس ماشي في حارة سد. وعشان كده لازم تحط سيستم وتمشي عليه. ركز معايا. اول حاجة، عايزك تبدأ يومك باصعب مهمة وارخم مهمة عندك، لان المهمة اللي انت خايف منها دي وبتقول هخليها اخر اليوم، لو انت خلصتها في اول اليوم بقيت يومك هيبقى سهل، وفعليا هتحس بانبساط رهيب وهتقدر تخلص اي حاجة فاضلالك. عشان كده حاول تبدأ بأصعب مهمة في اليوم في أول ساعة في اليوم. وتاني حاجة، عايزك تبطل فكرة أنا هقعد أذاكر وخلاص. لا يا معلم، الكلام ده ما ينفعش. لازم تخصص وقت زمني لكل مهمة معينة انت محتاج تخلصها. يعني مثلا من الساعة 10 ل 11 مذاكرة انجليزي، من الساعة 11 ل 11 وربع بريك. لما بتحدد وقت المهمة اللي انت هتنجزها مخك بيشتغل بإيجابية وبيعرف ان الوقت ده معمول عشان الشغل بس. ولو المهمة تقيلة وحاسس ان هي صعبة، في تكنيك اسمه البومودورو،
واللي مش فاهم التكنيك ده، انت بتشتغل لمدة 25 دقيقة مثلا، بتبتدي 25 دقيقة وبتريح 5 دقايق، وبترجع تاني 25 دقيقة وبتريح 5 دقايق. طبعا مع الاستمرار هتبتدي تزود ال 25 دقيقة دول ل 30 و35، وممكن توصل لساعة وساعة ونص، وتاخد قدامها مثلا ربع ساعة بريك. المهم اللي انت تلتزم بوقت الشغل وتلتزم بوقت البريك، بس خلي بالك في ال5 دقايق البريك بتوعك ولا الربع ساعة اوعى تمسك الموبايل، لان ده هيضيع لك كل اللي انت قعدت عملته. السر هنا يا صديقي مش اللي انت تملى يومك بشغل كتير، السر انك تخلص الشغل فعلا اللي ليه قيمة في حياتك وهيفيدك قدام. خليك فاكر مش مهم تكون مشغول على طول، المهم انت مشغول في ايه، وطالب منك طلب اكبر مهمة انت حاسس ان هي صعبة عليك ومأجلها بقالك فترة، عاوزك تاخد عهد على نفسك انك هتخلصها اول حاجة بكرة الصبح. هتقولي طيب يا عبد الله انا كده ظبطت وقتي وعملت البومودورو وقاعد بذاكر، بس وانا في نص ال 25 دقيقة لقيت حد رن عليا او حد دخل اوضتي وقال لي ثواني عايزك. هعرفك ازاي دلوقتي تتعامل ازاي مع المقاطعات دي بذكاء. قول لا بس بأدب، ما هو برضو انت لازم تحمي وقتك من الناس اللي بتسرقه. بص يا صديقي، مؤلف الكتاب واقعي جدا، واقعي جدا، وعارف انك مش عايش في جزيرة لوحدك، والعالم مش هيسيبك تركز في سلام. المقاطعات اللي بتحصل لك دي نوعين، نوع خارجي وده من الناس اللي حواليك، ونوع داخلي وده منك انت. عاوزك تدرب الناس اللي حواليك كلهم سواء اصحابك او اهلك، قول لهم يا جماعة أنا عندي من الساعة 2 لحد الساعة 4 شغل مهم، ولو في حاجة مش مهمة استنوني لحد بعد 4. الناس يا صديقي هتحترم وقتك لما أنت تحترمه الأول. وحاجة تاني، مش لازم كل مكالمة تجيلك ترد عليها، ومش كل رسالة واتساب برضو محتاجة رد في وقتها. لو المهمة اللي في إيدك هي فيها مستقبلك أو شغلك أو اللي أنت تتطور في حياتك الشخصية المهنية، يبقى الرد يستنى عادي جدا. مفيش حد هيخاف عليك أكتر من نفسك، اصل مين هيخاف عليك اكتر من نفسك؟ ولو حصل معاك بقى مقاطعه غصب عنك، اكتب فورا قبل ما تقوم لاي مكان او ترد على اي مكالمه انت وصلت لحد فين. ده هيخليك لما ترجع تقعد تاني تذاكر تفتكر انت كنت واقف فين بالظبط في ثانيه، بدل ما تاخد نص ساعه عشان تفتكر كنت بتفكر في ايه او بتعمل ايه. خليك فاكر وقتك يا صديقي ملكك، لو ما دافعتش انت عنه محدش هيدافع عنه. سؤالي ليك بقى، ايه اكتر مقاطعه بتجيلك بتعطلك عن شغلك؟ مكالمه تليفون ولا حد من اهلك بيخش عليك فجاه؟ وقول لي بتتصرف معاها ازاي عشان نستفيد من بعض. دلوقتي احنا اتعلمنا ازاي نحترم وقتنا ونرد على المقاطعات بأدب، بس في غلطة بيقع فيها معظم الناس الدحيحة، هو فاكر ان التركيز انك تفضل 10 ساعات شغال ورا بعض. انا ببشرك يا صديقي ان ده طريق الانهيار. بص يا غالي، في غلطة بيقع فيها اغلب الناس اللي عاوزة تنجز كذا حاجة، وهو انه يفضل دايس بنزين لاخر سرعة وشغال ساعات ورا بعض من غير ما يرمش. النتيجة ايه؟ الموتور هيتحرق. الراحة مش مجرد رفاهية، الراحة دي هي الوقود اللي بيخليك تكمل. وعشان كده لازم تتعلم فن انك تاخد بريك صح او تاخد راحة صح. يعني مثلا لو كنت شغال وقاعد على مكتبك، البريك بتاعك لازم يكون بعيد عن المكتب. قوم اتحرك، اتمشى في الصالة، اشرب مية، العب ضغط، اجري في مكانك وانت واقف. البريك الصح هو انك تريح مخك من اي استقبال معلومات ال5 دقايق اللي انت واخدهم او ال10 دقايق البريك اللي انت واخدهم. خد 5 دقايق راحة كل 25 دقيقة، خد 20 دقيقة راحة بعد 40 دقيقة شغل. ممكن تكافئ نفسك في البريك ده اللي انت تشرب مشروب بتحبه، تاكل حاجة صغيرة، بس ما تاكلش اكل دسم عشان ترجع تاني بكامل تركيزك. تركيز عامل زي العضلة، محتاجة وقت تريح فيه عشان تقدر تشيل أكتر وأتقل المرة الجاية. حتى البريك عرفنا إزاي نتعامل معاه، بس تفتكر لو المكنة نفسها اللي هي جسمك خربانة، هل كل ده هينفع؟ هقول لك لأ طبعا. تركيز مجهود بدني قبل ما يكون تركيز ذهني. انت ممكن تعمل كل تكتيكات العالم، بس لو نايم 4 ساعات بس وفطارك كله سكريات، انت حرفيا بتنفخ في بالونة مخرومة. التركيز محتاج طاقة، والطاقة دي بتيجي من صيانة جسمك. المخ وهو نايم بيعمل تنظيف للسموم الذهنية اللي اتجمعت طول اليوم. لو ما نمتش كويس من 7 ل 8 ساعات هتقوم ومخك فيه ضباب، ومهما عملت مش هتعرف تركز. القهوة والسكريات فعلا بيدوك زقة طاقة، بس بعد ساعة بتقع وقعة سودا وبتجري تعمل كوباية قهوة تاني. اعتمد على الأكل اللي بيدي طاقة مستمرة زي الكارب والبروتين والمكسرات. المكسرات دي سحر، وطبعا مش هوصيك بالمية. التركيز يعني أكسجين. لو حسيت ان انت هنكت وانت شغال، قوم اعمل 10 ضغط او اتمشى دقيقتين. الحركة دي بتضخ دم جديد لمخك
وتخليك تصحصح غصب عنك. كده احنا وصلنا للمحطة الأخيرة، احنا كده معانا كل القطع بتاعت اللعبة، بس عشان الكلام ما يبقاش مجرد معلومات بننساها أنا هديك الزتونة. الخطوة الأولى لازم تجهز من بالليل بكرة، يعني قبل ما تنام بالليل جهز مكتبك واكتب أهم مهمة اللي هي أنت شايف إن هي هتكون أصعب مهمة، وشيل الكركبة وافتح الكتاب على الصفحة اللي أنت المفروض تذاكرها، أو جهز الفيديو بتاع الكورس على الديسك توب، أو حتى افتح الموقع اللي عليه الكورس بتاعك بحيث إن أنت تصحى الصبح المكان يكون جاهز على شغلك على طول. تاني حاجة، أول ساعتين في يومك هما الكنز بتوعك، اياك تفتح سوشيال ميديا، ارمي موبايل في اوضه تانية وابدا شغل حالا. وفي اخر اليوم اسال نفسك ايه اللي شتتني النهارده؟ لو كانت مكالمه بكره في الساعتين دول اقفل التليفون، ولو كانت دوشه بكره تلبس الهاند فري وتسمع الموسيقى اللي بتحبها. خليك دايما في حاله تحسين مستمر. الخلاصة يا شباب، العالم دلوقتي بقى مقسوم لنوعين، نوع متشتت وده اللي الشركات بتكسب من وراه، ونوع مركز وده اللي بيكسب مستقبله وبيكسب الرهان. انت بقى تختار تبقى مين فيهم. الانجاز يا صديقي مش اللي انت تعمل حاجات كتير قوي في يومك، الانجاز انك تعمل الحاجة الصح في الوقت الصح. انا عبد الله فتحي ودي قناتكم وبيتكم التاني بين السطور. لو الحلقة دي فعلا فرقت معاك متنساش اللايك والاشتراك عشان في كتب جاية كتير هتبني فيك لحد ما توصل للقمة ان شاء الله. وما تنساش تقولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة استفدت منها في الكتاب ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.